السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. معاكم ناهد ضو من قناة وصفات نودي. النهاردة هنتعلم ازاي نخلي الفرخة، نطلع منها البانيه، نطلع منها جوانح، نطلع منها وراك. عايزة اعمل بانيه ومفيش عندي، مش متاح، البانيه غالي. عندي فرخة في البيت، هنتصرف ونطلع منها حاجات قد كده. اتفضلي معايا. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. عندي فرخة بسم الله ما شاء الله، يعني كبيرة ما شاء الله. بص، هو مش لازم ساطور، هو ممكن سكينة، بس أنا عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو، مفيش أسهل من كده. أهو أهو، بسم الله الرحمن الرحيم. أهو، طبعا خدي بالك من إيديك. منتهى السهولة. بسم الله. أهو. طبعا بنشيل الجلدة. أهم حاجة بقى، أهم خطوة، من صدر الفرخة أهو بسن السكينة ولا أسهل من كده. هي التانية. ولادي عايزين ياكلوا بانيه ومش قادرة انزل، البانيه غالي، عندي فراخ في البيت، اتصرف. اهو اهو الفرخة طلعت اهو، كل ده اهو نضف. نسمي بقى بسم الله. اهو طبعا اصل انا الفرخة عندي متلجة، حسب بقى انتي بتحددي، عايزاها تخينة عايزاها رفيعة. انا عايزة النهاردة اعملها ايه، صوابع، فعاملاها تخينة شوية، يعني مش بانيه عادي، هعملها صوابع. اهو شايفة سهلة جدا، والستات كتيرة بتخاف تقول لك لا انا ما اعرفش. اهو يعني الواحد ياما اتعلم ولسه بيتعلم. طبعا هو في جوانتي، بس انا بحب استخدم ايديا، ما اعرفش اشتغل وانا لابسه جوانتي. كده اهو
طبعا انت بعد ما تقطعيه بمنتهى السهوله كده ممكن تعمليه بانيه عادي. ممكن تعملي شاورما. عايزه تعملي صينيه مكرونه بالبشاميل، ما عندكيش لحمه مفرومه، قطعتين بانيه من اللي انت عاملاها هتقضي بالغرض برضو.